بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بفيديو خاص لان انا بحبكم، بعزكم انتوا اهلي واخواتي، ان انا عايزه افيدكم بحاجه حلوه قوي يعني وهتعجبكم، علشان الناس اللي بتسيبها بالكحه جامده، وحاجه احنا مجربينها، ولازم قلت لازم اطلع بفيديو خاص بالموضوع ده، علشان انا ايه بحبكم، من لازم اي حد يبقى عنده كحة لازم يجربها، واحنا مجربينها الحمد لله، وعملت معانا فايدة جامدة. زي ما بيقولوا حبي لنفسك، حبي لأخيك كما تحب لنفسك، حب لأخيك كما تحب لنفسك. اول حاجة للي عنده الكحة او السعال الناشف، دي بتبقى حاجة صعبة، بتقوم من احلى نومة، واحنا اساسا انا استخدمتها، حاجة اعشاب، حاجة بتريح، حاجة بتهدي. اول حاجة معانا حاجة اسمها بذور الشبت اهي، بذور الشبت اقولها لكم اهي، بذور الشبت دي اسمها بذور الشبت للسعال الجاف الناشف اهو. بذور الشبت تاني اهو معاكم، بذور الشبت بذور الشبت ده واحنا مجربينها وعن تجربة. بذور الشبت للسعال الناشف، وبرضو ممكن نستعمل جنزبيل برضو للسعال او للكحة. ممكن برضو نستخدم حبة البركة. حبة البركة دي طبعا مذكورة سنة عن الرسول. حبة البركة دي للسعال الناشف. انما بقى السعال اللي مصحوب بالبلغم، للكحة اللي مصحوبة بالبلغم، في حاجة اسمها دي ريحان. دي ريحان الاول هوريكم، وبعد كده هقول لكم تعملوا ازاي. ده اسمه ريحان اهو. ودي اواد قرنفل، دي اسمها ايه؟ اواد قرنفل اهي معاكم. ودي زعتر اللي هو بيتعمل بيه العجين وبيتعمل بيه اي حاجه. دي للمصحوبه بالبلغم، السعال المصحوب بالبلغم. هيتحط السعال اللي مصحوب بقى بالبلغم، هيتحط حبة ريحان على حبة زعتر، على 3-4 قرنفل، 3-4 قرنفل. ده للسعال اللي مصحوب بالبلغم او الكحة مصحوب بالبلغم. ده يتحط ريحان في مية تتغلى اهو، مع زعتر، على حبة 3 قرون او 4 قرنفل، يتحطوا مع بعض اهي. المجموعة دي اهي قدامي اهي، المجموعة دي اهي قدامي، حبة ريحان على زعتر على 3-4 قرنفل. دي المجموعة دي تتغلى في مية وتتشرب عليه الصبح وبالليل. وبرضو معاها طبعا حبة البركة سنة عن الرسول،
وجنزبيل. دي للكحة او السعال اللي مصحوب بالبلغم. ايه بقى اعمال بذور الشبت تتعمل ازاي؟ ان شاء الله سهلة جدا. جيبوا حبة مية عليهم معلقة كبيرة بذور شبت، حبة مية عليها معلقة كبيرة بذور شبت اهي، تتحط على النار تتغلى دقيقتين تلاتة. بذور الشبت على حبة مية اهو تتغلى دقيقتين تلاتة، وتشرب برضو صباحا ومساء مع برضو جنزبيل، بس بذور الشبت لوحدها في مية لوحدها، تتغلى لوحدها مش مع حاجة. دي الكنج او زي ما بيقولوا البوب بتاعة الكحة. دي حاجة يعني تحفة، احنا مجربينها وعن تجربة، فعشان كده انا قلت لازم اطلع بالفيديو ده عشان انا بحبكم زي اخواتي، وانا قلت لازم ان انا هوريكم الحاجات دي علشان مفيدة جدا وهتفيدكم، وان شاء الله هتكتبولي في الكومنتات. دي تتغلى دقيقتين تلاتة في مية سخنة وتتشرب دافية صباحا ومساء، وبرضو معاها حبة البركة لوحديها برضو، ودي جنزبيل لوحده. دي حاجات الكحة، فانا قلت لازم اطلع بفيديو خاص علشان ان انا بحبكم وبعزكم، ولازم نطلع ان انا افيدكم بالحاجات دي. اهي الحاجة قدامي اهي، وانا اساسا جبتها وجربتها كنا تعبانين جدا بسبب الكحة، والحمد لله وكلنا رقنا. ادي المجموعة دي اللي هي بالبلغم، قرنفل، زعتر، ريحان اهو، ده للي مصحوب بالبلغم. انما بقى ومعاها جنزبيل برضو وحبة البركة، يعني دي لوحديها ودي لوحديها، جنزبيل لوحديها وحبة البركة لوحديها، والمجموعة دي حبة من ريحان على جنزبيل على 3-4 قرنفل. دي كده ايه، المجموعة دي لوحديها تتغلى. وانما دي للكحة اللي عندهم بلغم، مصحوبة ببلغم او سعال بالبلغم. دي بقى بذور الشبت للسعال الناشف، بذور الشبت للسعال الناشف اللي هو الكحة الناشفة. دي حاجة ممتازة جدا، وانا قلت لازم اطلع معاكم واوريها لكم. معاها دي لوحديها برضو تتغلى دقيقتين تلاتة على حبة مية وتتشرب صباحا ومساء. ودي برضو حبة البركة معاها، ودي جنزبيل لوحدها، حبة البركة لوحدها، بذور الشبت لوحده. دي قلنا المجموعة دي اللي مصحوبة بالبلغم لوحديها، ودي لوحديها حبة البركة ومع الجنزبيل. انما هنا في ريحان على زعتر على حبة البركة، دي لوحديها ودي لوحديها ودي لوحديها. ده للسعال اللي ايه بالبلغم، مصحوب بالبلغم. انما ده لوحده للسعال الناشف بذور الشبت، اسمه ايه بذور الشبت لوحده. دقيقتين تلاتة على النار يتغلى في كوباية
معلقة كبيرة في مية مغلية، تتشرب صباحا ومساء. برضو اهي بذور الشبت دي معاها لوحديها، دي حبة البركة ومذكورة سنة عن الرسول، سنة عن الرسول بتاعنا. دي الجنزبيل، دي جنزبيل لوحديها، دي لوحديها، حبة البركة لوحديها مع والجنزبيل لوحده، وبذور الشبت لوحده، ندعها في مية، كل حاجة لوحديها. دي قلنا تاني زعتر على ريحان على 3-4 قرنفل، تبقى ايه المجموعة دي لوحديها، حبة من هنا على حبة من هنا على حبة ايه 3-4 قرنفل. وان عجبكم الفيديو بتاعي النهارده يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، تعملوا لايكات كتير. وانا قلت لازم بحبكم، بتحبوا، قلت لازم اطلع بالفيديو ده علشان انتوا اخواتي وبحبكم، قلت لازم افيدكم بحاجة زي كده، وتعملوا لي لايكات كتير، وانا بحبكم عشان انتوا اخواتي، قلت لازم هطلع بالفيديو ده عشان افيدكم. وكما حب لاخيك كما تحب لنفسك. ماشي، يلا عملنا لايكات كتير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو ده. بحبكم قوي قوي قوي، عملنا لايكات كتير، بحبكم قوي قوي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.